الفيتامين دي دوره بس في العظام ولا ليه أسرار تانية؟ من الآخر ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هفاجئكم بحاجات عن الفيتامين دي يمكن أول مرة تسمعها. حلقة قوية ومليانة معلومات وهتغير نظرتك عن الفيتامين دي تماما. يلا بينا. يعني ايه فيتامين دي وبيجي منين؟ الفيتامين دي من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، لكن الحقيقة ان هو اقرب لهرمون عن فيتامين، وبيجي من 3 مصادر رئيسية. الشمس، الجسم بيصنعه لما الجلد يتعرض للشمس، تحديدا اليو في بي ريز. نمرة 2 من الاكل زي السمك الدهني، السالمون والماكريل والتونة والرنجة والكبدة والصفار البيض. نمرة 3 من المكملات لو الشمس والأكل مش مكفيين. بس الغريب إن أكتر من 80% من الناس في منطقتنا عندهم نقص فيتامين دي. طب ليه؟ صحيح والله، ليه في ناس عندها نقص فيتامين دي رغم وجود الشمس؟ سؤال عبقري. رغم اننا عايشين في بلاد شمس، لكن احنا طول النهار قاعدين في التكييف مغطيين نفسنا بلبس محتشم بيغطي الجلد تماما، والناس عمال على بطال بتحط سان سكرين وبروتكشن. وعلى فكرة الشمس نفسها ساعات مش بتكون في الزاوية الصح لتكوين الفيتامين دي، عشان كده نقص الفيتامين دي منتشر جدا حتى في الخليج وفي مصر. طب ايه اللي بيحصل في الجسم لما الفيتامين دي بينقص؟ هنا بقى تبدأ المشاكل. ضعف العظام، وده اللي كلنا عارفينه، إرهاق مستمر مش مفهوم، انخفاض شديد في المناعة، تلاقي نفسك بتتعب كتير ويجيلك برد متواصل وكل شوية عندك انفلونزا وانفكشن. اضطرابات في المزاج، في دراسات كتير رابطة نقص الفيتامين دي بزيادة الاكتئاب، وحتى زيادة في أمراض مناعة زي التصلب اللويحي أو المالتيبل سكليروزس، غير انه بيعمل تأثير سلبي على الانسولين، وده يخص مرضى السكر. يعني الفيتامين دي مش مجرد عظام، ده السيستم كله بيتأثر. طب ايه علاقة الفيتامين دي والمناعة؟ على فكرة دي من اكتر المواضيع اللي حصل فيها ابحاث مؤخرا. الفيتامين دي طلع بيشتغل زي موديوليتر للمناعة، يعني بيعلم الجسم يعرف الفرق بين العدو والصديق، يزود الخلايا اللي بتحارب البكتيريا والعدو، ويقلل النشاط الزيادة اللي بيعمل أمراض المناعة. الحكاية دي شفناها أيام الكورونا. الناس اللي كان عندها نقص فيتامين دي شديد كانوا محتاجين دخول مستشفى أكتر من الناس اللي الفيتامين دي عندهم كان تمام والمناعة كانت مظبوطة. طب هل الفيتامين دي ليه علاقة بالسمنة؟ هنا بقى معلومة الناس مش واخدة بالها منها. الدهون بتخزن فيتامين دي، وده يقلل نسبته الحرة في الدم. يعني الناس اللي وزنها زيادة ممكن يكون عندهم نقص في الفيتامين دي حتى لو بيتعرضوا للشمس أو لو بياخدوا مكملات. ده في حتى أبحاث بتربط زيادة مقاومة الأنسولين بنقص فيتامين دي، وده بيصعب أكتر نزول الوزن. يعني لو بتحاول تخس والدنيا مش ماشية معاك، افحص الفيتامين دي. طب ازاي تعرف لو عندك نقص فيتامين دي ولا لا؟ اسهل حاجة تعمل تحليل، واشهرهم اسمه هيدروكسي فيتامين دي 25. المستوى المثالي من 30 ل 50 نانو جرام لكل ملي. اقل من 20 ده نقص حاد، بين 20 و30 نقص بسيط، لو اكتر من 100 لازم تراجع الجرعة اللي انت عمال تبلبع فيها، لان كده بقى بالزيادة قوي. يعني هل فيتامين دي ممكن يسبب تسمم ولا ممكن ناخده وخلاص؟ طبعا ممكن يعمل تسمم، خصوصا لو عمال بتاخده عمال على بطال من غير اشراف طبي، لان زي ما قلت في الاول بيدوب في الدهون، لكن كمان بيتخزن في الجسم، يعني ليه خزين ومستوى. الجرعة العالية لفترة طويلة ممكن تسبب زيادة في الكالسيوم في الدم، غثيان وترجيع، حصوات في الكلى، اضطرابات في القلب. عشان كده لازم التحليل ومتابعة الجرعة. طب ايه الفرق يا دكتور بين فيتامين دي 2 والدي 3؟ بص، اللي بيفضل استخدامه هو الفيتامين دي 3، بالذات لو هتاخده كمكمل. اولا اكتر فعالية عن الدي 2 وبيثبت في الجسم لفترة اطول، فلو هتاخد مكملات اختار الدي 3. وكمان يفضل يتاخد معاه فيتامين كي 2. ليه الدي 3 يتاخد معاه فيتامين كي 2؟ عشان لما الدي 3 يزود امتصاص الكالسيوم، محتاج الكي 2 يوجه الكالسيوم للعظام مش للقلب والشرايين. الفيتامين كي 2 بيمنع ترسب الكالسيوم في الشرايين ويوجهه لمكانه الصح، وده يقلل من اي مشاكل وتقلص في القلب. طب امتى وازاي ناخد فيتامين دي؟ افضل وقت تاخده مع اكل دهني، لان زي ما قلت امتصاصه بيعتمد على الدهون. مين بقى اللي محتاجه؟ اللي عندهم سمنة، الناس اللي مش بتتعرض للشمس، اصحاب البشرة الفاتحة قوي البيضة، كبار السن، الناس اللي عندها مشاكل امتصاص زي اللي بيعانوا من مرض السيلياكي او مرض الكرونز، امراض التهابية في القولون. ودايما تاخد الجرعة اللي الطبيب وصفها لك او حسب التحليل اللي عملته. الخلاصة يا جماعة زي ما انتم شايفين، الفيتامين دي مش مجرد فيتامين كده مشهور للعظام، ده عنصر اساسي في تقريبا كل اجهزة الجسم، واهماله يأثر على الطاقة، المناعة، النفسية، وحتى الوزن. اكتبوا لي في الكومنتات اخر مرة عملتوا فيتامين دي كان امتى، وكان عندك نقص ولا لا. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب.
عشان غيرك يستفاد. وهو ده الفيتامين دي وأدواره كلها في الجسم من الآخر.